اللي بتشوفوه قدامكم ده واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في الفترة الأخيرة. جريمة هزت منطقة أبو الجود في الأقصر وهزت معاها قلوبنا كلنا. الحكاية دي عن عم حجاج أبو الوفا، راجل بسيط وعنده 59 سنة وأصله من مركز المنشاة في محافظة سوهاج، لكنه عايش في منطقة أبو الجود بسبب ظروف شغله، وهو شغال في مديرية التضامن الاجتماعي هناك. عم حجاج راجل على قد حاله وعايش حياته كلها بعيد عن المشاكل. راجل عنده مرض القلب وماشي بعكاز، ومع ذلك كان مكافح وبيأدي شغله بأمانة. تعالوا بينا نعرف ايه اللي حصل لعم حجاج. لو عايز تفهم كل التفاصيل وتعرف ايه اللي حصل بالظبط، تابع معايا في الموضوع من أوله. القصة بدأت لما الشرطة استلمت بلاغ من أهالي منطقة أبو الجود، بيقولوا إن هم شافوا جارهم المعروف بالمشاكل الكتير في حالة هياج غريبة. الشخص ده وللأسف كان مدمن المخدرات زي الشابو والأيس. كان ماسك سكينة وهجم على عم حجاج من غير أي مقدمات، اللي كان راجل عجوز وماشي بعكاز، واللي وقع من أول ضربة. وما اكتفاش بكده، ده فصل راسه وبدأ يعمل حاجة غريبة مستحيل ان حد يصدقها. بصراحة المشهد كان بشع جدا. الشخص ده اللي فقد انسانيته بسبب المخدرات قعد ياكل من راس عم حجاج كأنها حاجة عادية، وفضل يشرب منها كمان. وبعد كده فضل يستخدم الدم اللي نازل وبقى بيكتب بيه على حيطان البيت. الكلام ده طبعا هز المنطقة كلها، والناس ما كانتش مصدقة إيه اللي بيحصل ده. خلينا اقول لكم ان الحكاية دي مش مجرد جريمة، ده درس كبير لينا كلنا. المخدرات اللي احنا بنتكلم عنها زي الايس والشابو دي يعتبر كيمياء بتغير دماغ البني ادم تماما، بتخليه مش واعي ومش عارف هو بيعمل ايه بالظبط. وده اللي حصل مع الشخص ده، والحالة دي تعتبر مش جديدة لأنها نفس اللي حصل مع عبد الرحمن دبور في الإسماعيلية. عبد الرحمن دبور كان مدمن برضه وعمل جريمة مشابهة لكده. المحكمة وقتها قررت إن الإدمان ده مسؤولية شخصية وإنه لازم يتحاسب، وده اللي لازم يحصل هنا برضه. يمكن في ناس بتقول إن الشخص ده مريض نفسي وإنه ما كانش في وعيه، لكن الحقيقة اللي لازم كلنا نفهمها إن هو كان واعي يوم ما قرر إن هو ياخد المخدرات، واللي حصل بعد كده كان نتيجة قراره. عايزكم تتخيلوا مشهد معايا، أهالي المنطقة كلهم واقفين وخايفين ومحدش قادر يقرب منه، حتى أهله كانوا موجودين في المكان ومحدش قدر يسيطر عليه. ده شخص فقد إنسانيته تماما وتحول لوحش بسبب المخدرات. الحكاية دي مش بس درس لينا عشان نبعد عن المخدرات، لكنها كمان بتورينا قد ايه ان احنا لازم نكون حذرين واحنا ماشيين في الشارع. عم حجاج الراجل البسيط اللي كان ماشي في حاله ما كانش يعرف ان دي نهايته وان حياته هتنتهي بالطريقة البشعة دي. احنا بنعزي اهالي عم حجاج وبنقول له ان حقك مش هيضيع. الشخص اللي عمل كده لازم ان هو يتحاكم وياخد اقصى عقوبة، وهنا من رأيي ان هو لازم ياخد اعدام علشان يكون عبرة لغيره. وفي النهاية لازم ناخد بالنا من نفسنا ومن الناس اللي حوالينا. المخدرات دي مش بس خطر على اللي بياخدها، لا ده كمان خطر علينا احنا كمان. خلونا ناخد عبرة من الحكاية دي ونبعد عن الطريق ده تماما، وربنا يحفظنا جميعا. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.